في حلقة النهارده يا شباب هتشوفوا الظاهر كده هو خلاص. امسك. السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ هو انت شايفني بالاحتياء واقف قدام حضرتك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ والنهارده رجعت لكم بفيديو جديد وتحدي جديد، ولكن النهارده مختلف. النهارده يا شباب انا واقف جوه مربع زي ما انتم شايفين، والتحدي يا شباب هيكون كالاتي. النهارده هيكون معايا 5 متسابقين، وزي ما انتم شايفين دلوقتي يا شباب المتسابقين بقوا موجودين ورايا في المربع. والتحدي يا شباب بتاع النهارده هيدور كالاتي: معانا 5 متسابقين هيواجهوا 3 حيوانات، ولكن ال3 الحيوانات اللي هيواجهوهم حيوانات اليفه لطيفه ظريفه. الحيوانات دي يا شباب صديقه للبشر، ما فيهاش اي خطوره اطلاقا. والمفروض يا شباب ان اخر واحد هيطلع من المربع دوت هيكسب 50,000 جنيه. ولكن يا شباب هم لسه ما يعرفوش ايه اللي هيواجهوه، ولكن دلوقتي هم هيعرفوا كل حاجه. ولكن يا شباب كلهم المفروض ان هم واقفين صنم، والمفروض ان محدش فيهم يتحرك او يهمس او يرمش ولا اي حاجه. ودلوقتي يا شباب هشرح لكم فكره التحدي بالظبط. النهارده يا شباب معانا 5 متسابقين كلهم واقفين صنم جوه المربع زي ما انتم شايفين. ممنوع اي حد فيهم يهمس او يرمش او يتحرك من مكانه مهما حاجه هتطلع له. المفروض ان هو ما يتحركش من مكانه ابدا. ايه بقى يا شباب اللي هو هيطلع له؟ 3 حيوانات الشباب اللي هيبقوا معانا النهارده. معانا اول حاجه التعبان سعديه. سعديه ديت يا شباب تعبانه ظريفه لطيفه، وديت يا شباب هنشيلها مفاجاه في اخر المقطع علشان كلكم تشوفوها. زي ما انتم شايفين انا زي دلوقتي عارض لكم جزء منها، ولكن انا لقيته بسرعه يا شباب علشان خاطر ما احرق لكمش المفاجاه ولا احرق على المتسابقين اللي هم لسه هيبتدوا يشوفوها. ولكن يا شباب كل حاجه هتشوفوها في المقطع دوت موجوده تحت اشراف مدربين متخصصين في مجالات الحيوانات. واوعى تجرب دوت في الشارع او البيت او اي مكان. وطبعا يا رجاله لو انتم عايزين تشوفوا تحديات من ديت كتير هتنزل على قناه عبده مندو. اهم حاجه يا صديقي اتاكد ان انت عامل لايك ومشترك في القناه. اهم حاجه يا رجاله عايزين نوصل المقطع دوت ما لا يقل عن 50,000 لايك. وطبعا يا شباب زي ما انتم شايفين كل المتسابقين واقفين اصلا، ما فيش اي حد فيهم يقدر يتحرك من مكانه نهائي مهما حصل تحت اي ظروف او تحت اي ضغط. الناس دي كلها واقفين ما بيتحركوش. المفروض يا شباب ان الفقره الاولى يا شباب في الفيديو دوت كانت هتبقى نسناس، ولكن يا شباب الظاهر كده ان بتاع النسناس عربيته عطلت وهو جاي في الطريق، فبذلك يا شباب فكرنا في فكره احلى. ودلوقتي يا شباب هنلعب تحدي الضحك مع المتسابقين. والمفروض يا شباب ان انا كعبده المفروض ان انا اضحكهم. هل يا ترى هعرف او مش هعرف؟ انا مش عارف بصراحه، بس دلوقتي هخش واجرب. المفروض ان هم كلهم دلوقتي في بقهم ميه، اي حد فيهم هيبتسم او هيضحك هيطرش الميه، ربنا يستر ما يطرشهاش في وشي. فدلوقتي يا شباب هنبتدي باستاذ اميجو. هو بيضحك اصلا يا جماعه ومبسوط وبتاع. تمام يا اميجو. بطلت تروح الجيم يا صاحبي. خلاص يا جماعه عشان بس هو ايه الظاهر كده هو خلاص. امسك يا ابني، امسك نفسك شويه. خلاص خلاص كده هو عدى. ابلع الميه قول الحمد لله. الحمد لله مرضي مبسوط. خلاص تعالوا بقى يا معلم نخش على المتسابق اللي بعده. استاذ مصطفى. اسمك مصطفى حضرتك صح كده؟ دلوقتي يا جماعه استاذ مصطفى في بقه شويه ميه. المفروض هم بيضحكوا، انا ما اعرفش هم بيضحكوا ليه. يا ابني هو اللي بيضحك؟ هو انت شايفني بالاحتياء واقف قدام حضرتك؟ طب قول لي بس، يعني قول لي انت تعبت في المواصلات وانت جاي لي؟ انت مشترك عندي في القناه؟ بتعمل لايك؟ بجد والله؟ لا الراجل ده يا جماعه مفيش امل فيه ان هو يضحك. خلاص مبروك يا صاحبي مبروك. ابلع الميه ابلع الميه قول الحمد لله. عملت لايك واشتراك. طيب نخش دلوقتي يا شباب. تتحرك ليه؟ انا وصلت لك. تتحرك ليه؟ دلوقتي يا جماعه استاذ احمد. دلوقتي يا استاذ احمد انت الميه في بقك قول طب اضحك. طب انت جاي مفيش اي حاجه صح؟ الراجل ده يا جماعه عارف ان انا عمري ما هعرف اضحكه. قول لي حد يقول لي نكته بسرعه. قول لي نكته بسرعه قولها له. انا مش بصور قول لي نكته. حد يقول لي نكته يا جدعان. مش عارف. ما تقطعش التصوير. قول لي نكته. يا جماعه انا ضحك عليهم فكروني عامل قط. خلاص الراجل ده ما فيش منه امل. الاستاذ اللي واقف معانا هنا اسم حضرتك ايه؟ 100 عامل ايه؟ حد عنده نكته يا رجاله؟ حد عنده نكته بره من الكواليس؟ حد عنده اي عم انت عندك نكته؟ خد بس انت خد بس اقول لك. خد بس اقول لك. تعالى استاذ عبد الله يا جماعه اللي خسر في المسابقه. تحب تبدل مكانه؟ سيب براحته عادي. تحب تبدل؟ طب قول له نكته. لو ضحكت ادخلك مكانه. التحدي الثاني. لا نفسك وانجز نفسك كده عشان لا خلاص يا جماعه خلاص الراجل ده ما فيش منه عمل. نخش
انا استاذ محمد، عامل ايه يا استاذ محمد؟ كله تمام؟ حلو صح. يا جماعه انا سمعت صوت حد بلع الميه او تفاحه، عارفين اللي هيلعب من ورايا هو حر، انا نسيت ابلع الراجل ده الميه بس لا مؤاخذه. استاذ محمد انت في بقك الميه؟ وريني لو سمحت. مفيش اي حاجه؟ كله تمام يا صاحبي؟ ممكن يعني تبقى حاسس ان انت طبيعي، حاسك مكسوف في حاجه غلط، الدنيا معاك تمام يعني يا صاحبي؟ هتكمل معانا التحدي النهارده؟ هتكمل؟ متاكد؟ مش خايف؟ عايز تكسب الجايزه؟ اللي جاي صعب، اللي جاي شديد. طيب قول للناس تعمل لايك وتشترك في القناه. ايه ده الكاميرا هناك اهي، لا مؤاخذه الكاميرا هناك اهي. قول ان لا، قول لهم. ابلع المويه. اعمل لايف اكسبلور. اكسبلور؟ اي حاجه يا رجاله. دلوقتي يا شباب احنا هننتقل على طول للتحدي الثاني، ويلا بينا. يا شباب التحدي الثاني انا متاكد متوقع ان نصهم اصلا هيطلع، وتعالوا بقى يا شباب اوريكم الكلبه ريتا. زي ما انتم شايفين يا شباب الكلبه ريتا عندها 2 سنين، وهي كلبه طيبه واليفه وظريفه ومفيش اي منها خوف، ولكن يا شباب الناس اللي واقفين جوه المربع هناك كلهم جبنه وبيخافوا من الكلاب. يلا ريتا، يلا يا ريتا. زي ما انتم شايفين دلوقتي يا شباب انا واخد الكلبه ريتا، وزي ما انتم شايفين داخل عليهم وكلهم واقفين. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ وعليكم السلام يا جميل عمر. كيف الحال؟ مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير. اهلا اهلا اهلا. سلم سلم يا صاحبي، سلم، ما تخافش ما تخافش. هو المفروض دلوقتي يا رجاله ان هو صنم، لو اتحرك هو عارف ايه اللي هيحصل له. مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير. هو الظاهر كده يا جدعان ما حدش بيخاف من الكلاب ولا ايه؟ هو الظاهر كده يا رجاله ما حدش خايف ولا ايه؟ هات كده الراجل اللي واقف هناك الضخم دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. سلم على ريتا دي طيبه، سلم على ريتا. مفيش اي تفاهم يا جدعان. مساء الخير، مساء الخير. هو الظاهر كده يا شباب في ناس فعلا بتخاف من الكلاب. امشي بره، امشي بره. طب يا جدعان جالي كلام دلوقتي ان الفار يا شباب هنروح نسمعه ونشوف فلاش باك دلوقتي ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ سمعنا اللي حصل بسرعه. الراجل اللي هناك ده ضحك كده. بسرعه فلاش باك، فلاش باك بسرعه. دلوقتي يا شباب انا ببص في الفار. ثانيه واحده كده. عليكم السلام. انا اسف يا صاحبي، انا اسف. انت كنت عشمان فعلا، كان قبل المقطع انا اسف. بقول انا جاي التحدي ده ليه؟ قول خلاص فك الصنم بقى، فك الصنم وخلاص. خلاص كنت كان نفسك فيها قبل ما تيجي. 50,000 والله. لا هتعمل بيهم ايه يا صاحبي؟ حاجات كتير بس هم يجوا. شفت نفسك ولا ما شفتش نفسك؟ بس كده يا شباب دلوقتي هنجيب المتسابق اللي طلع. هو راح فين؟ هو روح ولا ايه يا جدعان؟ اميجو زعلان يا صاحبي ان انت خفت من الكلب. انت عندك فوبيا من الكلاب؟ انا عندك فوبيا. انت مخبي الكلاب؟ شاركت ليه؟ مش عارف بقى ان فيها كلاب بصراحه. ما انا قايل لك كل حاجه يا عم، انا قايل لك هيبقى فيها كلاب. بتخاف ما تجيش، جيت ليه؟ الكلاب يا جماعه ما بتخوفش. الكلاب يا جماعه ما دام هي موجوده تحت اشراف مدربين متخصصين يا جماعه الكلاب ما بتخوفش. صح يا صاحبي ولا لا؟ امال لو شفت اللي جاي بقى يا صاحبي كويس ان انت طلعت من الكلب. ودلوقتي يا شباب وصلنا للمرحله الاخيره والاهم، وهي حدث حلقه النهارده. المفروض دلوقتي يا شباب ان المتسابقين اللي معايا الثلاثه اللي متبقيين المفروض ان هم واقفين صنم ما بيتحركوش، ولكن هم دلوقتي هيتفاجئوا باللي هم هيواجهوه، وهيواجهوا النهارده معانا الحاجه سعديه. دلوقتي يا شباب هوريكم الحاجه سعديه عامله ازاي. وطبعا يا شباب الحاجه سعديه ديت جايه تحت تدريب اهم واقوى المدربين المتخصصين في مجال التعابين، واوعى حد يجرب دوت في البيت او الشارع او اي مكان. انا حذرتكم. وبصوا يا جماعه انا ماليش دعوه بعد كده باي حاجه. دلوقتي مساء الخير. دلوقتي يا شباب الحاجه السعديه المفروض ان هي هتروح على المتسابقين من ظهرهم، والمفروض ان كل واحد فيهم يشيل الحاجه سعديه. هل هم هيخافوا منها ويشيلوها؟ طبعا لو 2 شالوها ال2 هيوزعوا عليهم الجايزه، لو واحد بس شالها هو هيكسب لوحده. دلوقتي يا شباب احنا داخلين انا والحاجه سعديه على اول متسابق. دلوقتي يا صاحبي انت بتسلم على الحاجه سعديه. ايه ده؟ ايه ده؟ ياما في ايه؟ كده يا شباب معانا اول متسابق. ايه يا اما رقبتك لو حصل التاني ده انذار اولاني. امسك نفسك. لا ما تضحك، ممنوع ممنوع ممنوع. ايه خلاص يا جدعان دي ده عندنا احنا، ده عندنا احنا. مش عايز تكسب 50,000 جنيه؟ لا لا ليه؟ انت عارف ايه اللي وراك؟
مش عايز اشوف. انت عارف، ما تخافش، امسك نفسك. خلاص، من اول ما اعد ل3 يا شباب المفروض ان الاثنين اللي واقفين دولت ما يتحركوش سنتي واحد من مكانهم. ودلوقتي اتفضلي يا حاجه سعديه. هو يا جماعه كان شاكك ان الموضوع مش هيكمل معاه، فكده خلاص المتسابق دوت انسحب. ولكن يا شباب عشان اخلي التحدي فيه اكثر تحدي يعني من المتوقع، هجيب الولد اللي قال وعليكم السلام يا جماعه، حاسس ان انا ظلمته معايا النهارده، وهرجعه تاني في التحدي علشان يبقى التحدي اكثر اسطوري. على مبروك يا صاحبي، مبروك، معاك فرصه تانيه. ناوي تكمل؟ ان شاء الله. دلوقتي يا رجاله احنا مكملين من غير ما نقطع ومن غير ما نعمل اي حاجه. دلوقتي اسم حضرتك ايه؟ اتخذت ليه؟ دلوقتي يا جماعه مصطفى هيشيل الحاجه سعديه. طبعا يا رجاله لو انت عايز تشارك في التحديات الجايه هتبقى سهله وبسيطه جدا. كل اللي عليك ان انت تكون مشترك في القناه ومفعل زرار الجرس وعامل لايك المقطع دوت وسايب كومنت تحت الفيديو تشجيع للتحديات الجايه. ودلوقتي يا جماعه هنشيل مصطفى الحاجه سعديه، هنشيله يعني الحاجه سعديه، وهنشوف لو اتحرك من مكانه او ظهر على وشه اي اعراض او ضحك او عيط او هزر او عمل اي حاجه هيطلع تاني بره. دلوقتي هنروح على مصطفى. جاهز يا صاحبي؟ جاهز؟ اوعى تتحرك، خلاص ممنوع تتحرك او تتكلم او تضحك، ممنوع. سنانك هتبان، سنانك بانت، بسرعه عليه. مفيش اي حاجه، مفيش اي خوف. الله الله، ده شكله يا جماعه ناوي يكسب ولا ايه؟ شكله ناوي يكسب ولا ايه يا جماعه؟ ده بس يا جماعه الظاهر كده ان لساني بس خلاص. اللي بعده خش بقى على المتسابق الاخير واستاذ ميدو يا رجاله. دلوقتي وصل معايا للنهائيات، والمفروض دلوقتي ان هو هيتحدث عاديه. صنم يا صاحبي، ما يظهرش على وشك اي اعراض ولا اي حاجه لمده 10 ثواني. لو استحمل يا شباب ال10 ثواني من غير ما يظهر على وشه اي اعراض هو كسب الجايزه. ويلا بينا نبتدي. جاهز يا صاحبي؟ اتفضل اتفضل. طبعا كل ده يا شباب مبني تحت ايدين ناس خبراء، محدش يجرب دوت في اي مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الراجل يا جماعه بص وشه ما فيهوش اي اعراض، وشه بص راجل داخل ما فيش اي مشكله فيه. الله عليك، الله. شكله ان هو يكسب يا جدعان، شكله ان هو يكسب. واخد الموضوع بجديه قوي، بجديه جدا. عملتش لايك ازاي اللي بتتفرج؟ قباله، الموضوع لذيذ جدا. خلاص خلاص، 5 4 3 2 1. طبعا الراجل دوت يا جماعه كسب معانا التحدي بتاعنا. مبروك يا صاحبي، مبروك. كمان انت كنت مربي تعابين من ورانا ولا ايه؟ كنت مربي تعابين بس من ورانا ولا ايه؟ انت ايه اللي جايبك هنا النهارده؟ 5000 جنيه. انت كنت عارف ان احنا النهارده معانا الحيوانات دي صح؟ مش عارف ان انت معاك. ايه ده؟ لا انا قايل لك فيه ابتدى صغير اليف ظريف. بص يا جماعه لازم نبقى معرفين كل الناس اللي موجوده ايه اللي هيواجههم في التحديات علشان خاطر ما يسبب لهمش اي نوع من الذعر او الخوف او اي مشاكل. وطبعا يا رجاله كل دوت يا رجاله تم تحت اشراف ناس متخصصين ومدربين متخصصين في كل الحاجات ديت. فانا كمان يا شباب بحذركم ما حدش يجرب دوت في اي مكان. ولو قلت لكم لو انتم عايزين انزل لكم تحديات تاني من دي، اهم حاجه يا معلم تكون عملت لايك واشتركت في القناه، واكتبوا لي تحت شباب التحديات الجايه. الفيديو دوت شباب اللي وصل 50000 لايك هنزل لكم تحدي جديد واسطوري، وهختار منكم انتوا يا شباب المتسابقين اللي هيشاركوا معانا في التحدي دوت. وزي ما انتم شايفين دلوقتي يا شباب تعبان مش مؤذي ولا مروع ولا بيعمل اي حاجه للي شايله او للي مربيه. بس التعبان دوت يا شباب مجرد ما هيلف عليا هو كده مش بيحضني، هو كده الوداع. ونشوفكم بقى يا شباب في حلقه جديده، لان هو تقيل قوي يا جماعه، تقيل قوي يا جماعه. ايه يا اسطى هو بيلف حواليا ولا ايه يا جدعان؟ نشوفكم بقى يا شباب في حلقه جديده. سلام.